علي يونس. يونس هارد لك. يونس، لم تكن مباراة جيدة بصراحة، ولكن خلينا نقول هل كان بالإمكان أفضل مما كان ليونس وللمنتخب العراقي بشكل عام؟ طبعا أول شيء لا تقول لي يونس، أنا من جزء من منتخب العراق وليس يونس وحده، يعني أنا جزء من منظومة كاملة. طبعا أكيد الحمد لله والشكر، قدر الله ما شاء فعل. لعبنا يمكن انطينا خطأ بالبداية، الفاول أثر علينا، ردنا نرجع بالمباراة، لكن أعتقد اليوم الحكم هواية أذانا بالفاولات، كان لنا فاولات هم كان من الممكن ينطينا إياهن، وأعطى أكثر شيء فاولات لهم. يعني تعرف اللاعبين عندنا لاعبين قليل الخبرة، لكن الحمد لله والشكر الآن عندنا فريق للمستقبل. شو اللي كان ينقص اليوم حتى أن المباراة تكون عراقية؟ والله شوف، قلت لك هي ترى لعبه عن لعبه، يعني يزيد الضغط على اللاعبين، وتعرف انت لاعبيننا كلهم صغار. كان المفروض من البدايه ندور كوره، كان يعني شويه عندنا خلل ببعض الاماكن، اعتقد ان شاء الله يعني تنحل هاي بالمستقبل. يونس بشكل سريع، يونس مستمر لخدمة المنتخب العراقي؟ اكيد مستمر، وين اروح يعني؟ لا تروح، خليك معي. عندكم بالخليج لاعب مثل الامكانيات يونس محمود؟ يونس عندكم بالخليج امكانيات يونس محمود؟ يكفي انك ما عندك نادي ورجعت لعبت في المنتخب وفت. انا اقول لك، مو انا دائما يسالوني، خاصه انا بس عارف غلطك عندي، ما تسالني سؤال. حبيبي لا بالعكس، بس قول لي اذا اكو لاعب عندكم بهالعمر ويلعب هيك يقدم، فارفع له القبعه، لازم الناس ترفع القبعه، لان احنا بدنا نلعب من قلب. شفتنا حبيبي. لا بالعكس، تعرف كرة القدم عطاء، هاي اللي حكيتها ترى مزح، بس كرة القدم عطاء، اللي ينطي يبقى يستمر، صحيح لو لا؟ يعني انت ما ادري تقول واحد بطل. الحمد لله والشكر، انا يعني على قد الامكانيات دا اقدم الفريقي، واتمنى من رب العالمين يعني اللي اقدر اسويه للمنتخب اسويه. كلمه الجمهور العراقي نهايه. اقول الجمهور العراقي هارد لك، لا تزعلون علينا، هاي كرة القدم الحمد لله والشكر. المهم عندنا فريق ان شاء الله المستقبل، الان عندنا تصفيات كاس العالم مهمة قادمة. يعطيك العافية يونس. الله يخليك.